عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة بقى نعمل مع بعض احلى كنافة بشكل مختلف وسهل جدا، بس بصراحة خطير. ومتأكدة ان فيديو النهاردة هيعجبكم جدا جدا، لان انا عملتها لكم النهاردة باسهل طريقة وبأقل مكونات، ويقدر اي حد يعملها كمان. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا. واول حاجة معايا نص كوباية من السمنة، عليهم 3 معالق كبار من السكر البودر. هنضيف السكر على نص كيلو من الكنافة ونقلب الكلام ده كويس جدا الاول مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية من السمنة اللي عندنا، وبعد كده نقلب الكلام ده كويس جدا لعند لما الكنافة تتشرب معانا كل كمية السمنة اللي احنا حطيناها دي. ونقلب بقى الكلام ده كله لعند لما كل حاجة تختلط مع بعضها. عندنا بقى الصينية اللي هندخلها الفرن، هندهنها الاول بسمنة بس مش هنكتر سمنة. واللي احنا هنحتاجه عشان نطلع في الاخر الشكل حلو جدا هي معلقة الايس كريم. في الاخر هتطلع لنا الشكل حلو جدا. هنجيبها ونبدأ بقى نملاها من جوه بالكنافة دي. ولو اخدتوا بالكوا ان انا مدهنتش على معلقة الايس كريم بتاعتنا سمنة او زيت، عشان الكنافة هنا عندنا فيها سمنة فمش هتلزق فيها. عايزين تعملوها كده من غير حشو تحفة جدا، بس انا حشيتها مكسرات من النص، وبعد كده كملت الطبقة التانية كنافة. وفي الاخر شكلها هيبقى خطير زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي حالا. ونضغط عليها ضغطة كويسة علشان في الاخر ما تفكش لما نيجي نقلبها. وبعد كده ندوس بقى نخرجها منها، هتطلع الشكل ده. شفتوا السهولة بتاعتها؟ بجد مفيش اسهل من كده. وهنا حاولت ان انا اعمل معاكم اكتر من واحدة علشان تتأكدوا ان الشكل في الاخر بيطلع حلو جدا وبيطلع مظبوط. بأقل حاجة طلعنا الشكل ده. وزي ما قلت لو مش عايزين نحشيه نقدر ان احنا نسيبه كده حلو جدا برضو. وانا حاولت ان انا اعمل لكم حاجة كلنا بنحبها بس بشكل مختلف، بس في نفس الوقت يكون اي حد يعرف يعملها، مش صعب علينا عشان تطلع الشكل ده. متأكدة انكم لما تشوفوا الفيديو ده هتقوموا تعملوها دلوقتي، لانها حلوة جدا ويعني كل حاجة فيها خطيرة. ونكمل بقى الكمية كلها ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. ولو وصلت لعندي هنا ولسه ما اشتركتش في القناة فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبكده نكون خلصنا الكمية اللي عندنا كلها. زي ما انتوا شايفين نص الكيلو طلع كمية كبيرة جدا. هندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180. هنسيبها لعند لما تتحمر من فوق وتحت لعند لما توصل الشكل ده. شكلها بجد جميل جدا. ولما نطلعها على طول هي سخنة عندنا شربات بارد نبدأ ان احنا نرشه عليها، تبقى تحفة جدا في الاخر. وتزينيها التزيين اللي انت نفسك فيه. واول ما تخرج من الفرن على طول نضيف عليها الشربات. والشربات عاملينه قبل ما احنا نعمل الكنافة علشان يبرد معانا. وفي الوقت ده تقدري ان انت تقدميها، ولو عايزة تقدميها كده تبقى خطيرة. ولو عايزة تحطي عليها شوية من المكسرات فوق هتديها شكل جمالي حلو جدا في الاخر. عايزة اقول لكم بقى ان النهاردة خلصنا الوصفة بتاعتنا، لانها سهلة وسريعة وشكلها حلو وما بتاخدش وقت ومكوناتها مش كتير. طلع معاكم الشكل الخطير ده. متأكدة ان فيديو النهاردة هيعجبكم جدا جدا جدا. ويلا بقى هستناكم تجربوها وترجعوا تقولولي رأيكم فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.